دلوقتي احنا وصلنا المنشية اهوت وهنشوف بقى الحاجات واسعار ومستلزمات المدارس واقول لكم على الاسعار. انا كل سنه بنزل المنشية هنا بجيب المستلزمات بتاعت المدارس هنا عند احنا هنا من عند زنانة اهوت في المنشية. بصوا المكاتب زي بتاعت حمو اهوت اللي انا كنت جايبها برضه من السنه اللي فاتت من هنا، بس كان ليه ظهر والحمد لله راح، والمتبقي منه لحد دلوقتي انا حالي موجود عندنا، يعني موجود الكرسي دوت والمكتب ده. بصوا اشكاله بقى، في كمان للبنات اهيت وفي كمان للستودنتات زي بتاع حمو بالظبط اهو، زي بتاع محمد ابني بالظبط. المكتب ده كان ايام كنت جايبه كنت عاملاه 180، انا النهارده بسال عليه قال لي 200 جنيه، يعني ما زادش كتير بس حلو والله في المذاكره ومرن، بس صراحه ربنا برضو ايه من ساعه ما الظهر اتقطم وهو وجع له ظهره يعني. قناع الحمايه اهوت اللي محمد ابني دايخلي عليه وعمال يقول لي يا ماما انا عايز قناع الحمايه، فانا لقيته اهو اشوف بس سعره كام واجيبه. كام ده؟ هاخد له الاصفر دوت شبه التيشيرت بتاعه، بيقول لي ب20 جنيه فهاخد له واحد، يعني عارفه ان هو زقلته بس هاخد له واحد برضو يعني. بيقول لي ب20 جنيه هاخد له واحد. بصوا بقى انت دي بقى الالوان والقلم الجاف والحاجات اللي هي الكراسات، بصوا الروشتات الجميله دي النوت الحلوه دي، في منها من غير قلم وفي منها بقلم اهي. هاخد واحده لذين بقلم. بصوا كمان الصغيره اهي، اسعار حلوه والله، بس طبعا ايه لسه ما اعرفش الاسعار ايه لان هو الراجل مش موجود. عايزه برضو اعرف قلمه السبوره اللي هناك دي بكام. الطقم على بعضه من الطقم قلمه الهايلايتر ديت اللي هناك دي ب15 جنيه. القلم واحد بكام؟ الواحد ب5. هاخد طقم احسن يعني. بصوا دي بقى اللي بقولك عليها ب15 جنيه واوفر من القلم الواحد ب5 جنيه، القلم من ده ب5 جنيه، دي ب15 جنيه. قلمه الهايلايتر بتاعت التخطيط دي اللي بيخططوا بيها الحاجه عشان تبان بس يعني. ودي قلمه الرصاص طبعا انضف حاجه في السوق اللي هي البوينتس ب20 جنيه الدستة. هشوف بقى هجيب دي ولا هجيب اللي هي دي، مش عارفه لسه يعني محتاره ما بين الاثنين، مش عارفه هجيب دي ومش هجيب ولا هجيب دي. في طبعا بقى البرايات اهي، بصوا بقى البرايات واشكالها. طبعا لسه ما دخلتش جوه عند كمال سعد، طبعا انتوا عارفين اكيد كمال سعد مشهوره عندنا في اسكندريه هنا في المنشيه بالادوات المدرسيه والكراسات، فانا هخش عنده بس انا باخد جوله في المكان كله يعني. بصوا بقى القلمه دي برده هجيب منها اللذين الدسات دي، وهاخد بقى طبعا برايتين بس مش عارفه هاخد البرايات من هنا ولا مش من هنا. بصوا البرايه شكلها عامل ازاي، شكلها حلو والله، ممكن ناخد 2 حاجات بتنفع يعني. بصوا بقى اللي هي المذكره الكيوت دي قوي بتاعه الرسم، هاخدها برده لمحمد عشان لو حب يلون حاجات الكراسه ب2 جنيه. هاخد 3 كراسات 6 جنيه تمام. دي الكراسات برده لو حابه تلوني وطفلك عايز يتعلم التلوين وعنده ابتكار ان هو تعلميه يعني الحاجات ديت زي ما انت شايفه كده. خلاص طبعا بقى نيجي للقلم الجاف. طبعا بصوا قلمه السبوره بقى دي طبعا القلم ب5 جنيه، عندنا في العجمي والله العظيم القلم ب7 جنيه، يعني فرق 2 جنيه في كل حاجه او 3 جنيه، فالواحد بينزل يلم هنا حاجته واسعاره كلها من هنا بصراحه. بصوا بقى كمان بس القلمه اللي هي الفيبري كاسل ديت ب25، دي اللي هاخد منها احلى من البوينتس كمان. عند كمال سعد دلوقتي، وبصوا بقى الالوان اللي طالعه جديده دي ده كمال سعد بقى اللي في المنشيه. بصوا اللي عندنا في المنشيه في شارع فرنسا من ورا عند زنانه كده. بصوا بقى الالوان اللي طالعه جديده دي تاخدي الالوان بالبرايه بتاعتها. بصوا هاخد واحده برضو مش عارفه بكام دي، ثواني هشوف سعرها. بصوا الالوان الجميله دي، علبه كده فيها كام لون، بتاع 24 لون. بصوا نفتحها، بصوا القلم عامل ازاي، وبصوا القلم جامد قوي شكله حلو قوي. بصوا القلم العلبه شكلها حلو قوي، العلبه شكلها جميل جدا على فكره، كل الالوان فيها. دي عامله 90 جنيه ودي عامله 25 جنيه. دي الكبيره ودي الصغيره شكلها حلو قوي. بصوا خدت 2 من دي شكلها حلو قوي ب25 جنيه العلبه، وفيها البرايه بتاعتها شكلها حلو قوي. بصوا بقى مجموعه العلب اللي طالعه دي، بصوا العلبه فيها 60 قلم، 60 قلم جاف، ده قلم جاف بالوانه. العلبه دي عامله 70 جنيه، العلبه دي عامله 70 جنيه. طبعا كلكم اكيد عارفين كمال سعد في منشيه في شارع فرنسا، العلبه دي عامله 70 جنيه. ولسه بقى بنجيب البرايات والحاجات اهيت، ودي مجموعه برايات على بعضيها، دسته فيها برايات على بعضيها. الدسته دي عاملاها كلها على بعضها عامله 15 جنيه فيها كل البرايات، يعني انت تجيبيها ليكي وللعمر يعني. بصوا مسدس الشمع ده بقى كان نفسي فيه عند كمال سعد هنا، سعره حلو جدا ب40 جنيه الشمع بتاعه ببلاش والله.
هجيب واحد برضو شكله حلو جدا برضو. هجيب واحد. طبعا انتوا عارفين استخدامات مسدس الشمع، استخداماته كتير جدا في البيت. بصوا الادوات الهندسيه دي برضو شكلها حلو قوي ازاي في العلبه بتاعتها، جميله. كمان السعد اللي في المنشيه، اكيد كل اللي في اسكندريه عارفينه، هو في المنشيه في شارع فرنسا جنب زنانه بتاع الالعاب، لعب الاطفال. هو ده المول اللي بقول عليه. تمام. هقف بقى بره اجيب الستيكر بتاع الكراسات اللي بيتكتب عليه الاسامي. بصوا اشكال زي البنات. بصوا الشكل ده برضه هاخد منه دفه يعني. هي ده حلو قوي، شكله حلو. بصوا هاخد الثلاثه دول. بصوا الاشكال بتاعت بنتين دي، وهاخد اشكال العرايس دي، وهاخد كمان الستيكر ده. الدستة دي كلها على بعضيها عاملة 5 جنيه. هاخد التلاتة دول، اشكالها حلوة جميلة جدا. بصوا بقى قسم الكراسات برضو عند جمال سعد. كراسات الرسم الكبيرة اهي. الكراسة ديت عاملة 3 جنيه ونص، الصغيرة عاملة 2 ونص. دي كراسات الرسم. تمام. طبعا اوفر بكتير انك تجيبي من اي مكتبه جوه. كمان سعر صحه ربنا، لا اسعاره حلوه وبالجمله. نيجي بقى لدسته الكراسات العاديه المسطره. ال 12 كراسه ب 20 جنيه الدسته على بعضيها، وكراسه 9 تستر كذلك. كل الاسعار موحده، كانت 9 تستر ولا مسطرات ولا حساب ولا انجليزي. دي اسعار الكراسات كلها عنده. وسط اشكالها اهيت. بصوا الاشكال برضو. اسعار السكتشات اهي. السكتش اللي هو ال 100 ورقه ب 30 جنيه. صاين اسمه ايه؟ مش عارفه اسمه. ريكورد. والتاني كراسه اللي هي السافلون. دي السكتشات بالوانها كلها سعرها موحد 35 جنيه 40. دي اللي هي ال 100 ورقه. ال 100 ورقه. بصوا الجلاد ده شكله حلو قوي. ده الكراسات الصغيره بتاعت محمد. حلو قوي برضه، شكله حلو جدا. بصوا اشكاله بقى بصحه ربنا والوانه يعني. زودت لكم الاضاءه شويه عشان تشوفوا. بصوا بكامل اشكاله بقى، سبونج بوب بقى ومش عارف ايه دي. بصوا الحاجات البنات دي شكلها حلو برضو قوي، جميله قوي بصراحه. هاخد من كل حاجه دستة عشان خاطر برضو الكراسات الصغيره. مش هاخد كتير، هاخد 2 بس، لاني انا جايبه سكتشات مش جايبه كراسات. طبعا الجلادات العاديه اهي. الدستة من دي عامله 12 جنيه، والدستة من دي عامله 10 جنيه. لا سوري 5 جنيه. دي عامله 5 جنيه، دي عامله 10 جنيه. هي خالص اللي هي من غير اي رسمه. دي اللي فيها رسومات شكلها حلو جدا. بصوا بقى الازايز بصوا بس الازايز والحاجات بقى. اللانش بوكس دوت ب 25 جنيه كبير كده، هو محترم قيم. بس طبعا بلاستيك عادي خالص، مش بلاستيك واقي. وفي اللي هو برضو التاني ده الصغير ده عامل 20 جنيه. بقى الزمزميات هي بتاعت الميه. الزمزميه عامله 25 جنيه. دي السكتشات بقى اللي انا واخده منها حوالي دستة يعني محمد، عشان انا افضل ان انا السكتشات احسن من الكراسات بصراحه. بتخلي الطفل يكتب كتير بصراحه يعني، احلى من الكراسه. الكراسه بتخلص بسرعه. ده ب 3 جنيه وربع 80 ورقه. بصوا الدستة اهي. بصوا الدستة على بعضيها اهي. دي الدستة على بعضيها فيها 12 6. هي فيها 6 صح؟ فيها 6. فيها 10 سكتشات ب 72 ونص. العادية خالص اهيت. والصلصال للأطفال دي عاملة 5 جنيه. وطبعا قلمة الألوان اللي هي الفلوماستر دي، وقلمة الخشب. تمام. وطبعا بقى ايه اللي هي الصمغ بتاع الجلو بتاع الصمغ بتاع الورق. تمام. وطبعا ديت انا جبت منها القديم برضو. وفي اللي هي العادية خالص دي ب 12 ودي ب 10. دي ب 12 ودي ب 10. تمام. وهي قلمة الفلوماستر العادية خالص. تمام. وطبعا في القلمة اللي هي بقى فوق اللي هي العلب الكبيرة ديت 25. بصوا بقى الناس اللي عارفة اسكندرية عارفة الراجل ده، وعارفة زنانة والعابه وحاجته والشنطة اهيت. ما عارفه اسعارها ايه، مش عايزه اعرف. دي احتياجات برضو عيد الميلاد اهي. اعياد الميلاد والحاجه اللي انتوا شايفينها دي بتاعت اعياد الميلاد. الناس اللي عايزه حاجه عيد الميلاد عند زنانه هنا. النجيله كنت بقول لكم عليها هنجيبها للبلكونه طبعا. بس قدام شويه لسه بوضب حاجات البلكونه. طبعا انا جبتها، بس يعني ايه كان فاضل فيها شويه حاجات لسه ما كملتهاش. بصوا النجيله كلها هنا اهي عند المنشيه الصغيره. في المنشيه هناك في دي المنشيه الصغيره كلها يا جماعه اللي في المنشيه، والناس اللي في اسكندريه كده عارفاها يعني.
بصوا الورد الصناعي بقى دوت اللي هو عندي اصلا دوت، انا كنت جايبه برده من المحل ده. يعني انا اصلا جايبه الورد الصناعي بتاعي من هنا. بصوا زي بتاعتي هي، بس طبعا اختلاف دي زي بتاعتي بصوا، بس طبعا باختلاف القعده اللي تحت دي. طبعا الاسعار تتراوح بقى زي ما انتم شايفين كده 300 400. بصوا دي جميله قوي، فاست الورد جميله قوي. بصوا شكلها حلو قوي 350. البوكس حلو برضو. بصوا المنظر ده اللي كنت جايبه منه. انا ان شاء الله باذن الله المره الجايه هجيب الفازه دي منه، جميله قوي شكلها حلو، ووردها كمان شكله حلو جدا يعني. طبعا مش مجموعه. انا عايز اسالك ازاي انضف الورد الصناعي الابيض دوت برده حلو، بس انا شايفه ان هي التانية دي احلى. بصوا الورد باشكاله بقى. المحل ده برده في المنشيه الصغيره عند النساجون الشرقيون. تمام. هنا الاسعار حلوه جدا. انا ما بجيبش الا من هنا بصراحه، انا كل حاجتي من عند الراجل دوت. الورد الصناعي بتاعي كله من هنا بصراحه. فانا بصراحه لا، انا عاجبني جدا الفازه دي، اترشقت في دماغي يعني بصراحه. بصوا دي الحاجات الصغيره بقى اللي موجوده يعني، كلها اسعارها ايه يا عم؟ لا دي بصوا الحاجات الجميله اللي فوق دي، ده عامل يعني عباره عن مج هو بيملاه صح؟ دي فازات كلها، فازات هو انت بتملاها. بصوا دي 140 زي ما هو قال. 125 125 140. تختلف طبعا في القصريه اللي تحت صح؟ يختلف القصريه اللي تحت بتبقى وكميه الورد بقى طبعا يعني. طبعا ساعات عنده حاجات، لا بصحه ربنا المحل هنا جميل، ولا بجيبش الا من هنا يعني، بس هو عنده نازل حاجات جميله. طيبين بقى بمناسبه مولد النبي. دلوقتي بقى انا خلاص خلصت الفيديو بتاعي، هقف اشكل علبه كده واروح. كل سنه وانتم طيبين، ونعاد عليكم الايام بخير يا رب. عام دراسي سعيد. كده كنت جيت من المنشيه واوريكم بقى بعض الحاجات اللي انا جبتها بسرعه كده، واوريكم الجوله بتاعتي انتهت على ايه. ان انا جبت الطلبات دي كلها، طلبات المدرسه عشان خاطر اخلص بس. وطبعا بروح طبعا كل سنه اجيبها من المنشيه من عند كمال سعد زي ما قلت لكم. هوريكم بسرعه كده جوله سريعه. دي مقلمه بتاعت محمد بتتفتح من على الجنبين وفيها برايه اهيت. ودي مقلمه نادين الاتنين ب20 جنيه، بس طبعا مع اختلاف الاشكال. طبعا دي بناتي دي صبيوني. وجبت طبعا الالوان ديت، دي ب12 جنيه. وطبعا بصي جبت لها كمان الالوان دي، يعني جبت لها علبتين عشان هي طبعا كبيره بتستخدم الوان كتير. جبت لها دي وجبت لها دي كانت زي ما قلت لكم، كانت دي كانت ب12 ودي ب7 جنيه. تمام. طبعا بقى جبت كمان الوايبس دوت، مجموعه الوايبس دي 3 مع بعض كانت 25 جنيه. طبعا جبت كل واحد فيهم ياخد واحده شنطته عشان خاطر طبعا يمسحوا اي حاجه هم عايزينها. دي كده كانت الوايبس الثلاثه كده كانوا 25 جنيه. تمام. وطبعا دي كنت جايباها من فتح الله بصراحه، يعني مش جايباها من منشيه، دي جايباها انا من فتح الله، من جوله فتح الله، ما كنتش جايباها من منشيه. تمام. وجبت كمان الوايبس دي جبتها بقى برضو من المنشيه دي، بيبي كيوت. دي كانت كلها على بعضيها كده كانت 120 قطعه، كانت ب15 جنيه. دي جايباها للمطبخ ليا انا يعني، مش جايباها ليهم. وطبعا جبت دستة القليمه ديت لنادين، دي كانت ب10 جنيه. تمام. والدستة دي ب7 جنيه، يعني جايبه لها الاثنين، دي ب10 ودي ب7. تمام. عشان نادين بقت بتستخدم يعني القليمه الجاف. جبت لها من كذا قلم من القليمه دي، حلوه القليمه دي قوي، وخطها حلو قوي في الكتابه. جبت لها من كل نوع من كل لون قلم. وجبت لها طبعا قليمه رصاص كده لوحدها. وجبت طبعا دستة قليمه فيبر كاسل ديت، الراجل اداها لي بعد ما قال ب25 جنيه، خدتها منه ب20 جنيه. وجبت القلم السنون دوت، ده قلم سن، بصوا يعني السن بتاعه تخين يعني ينفع محمد. بصوا كده القلم دوت عامل 5 جنيه. وجبت طبعا دي زيها برضو، يعني دي كانت قلت دي كانت عامله كام، كانت عامله 20 جنيه تقريبا، او عامله لا دي كانت عامله 7 جنيه. دي كانت عامله 7 جنيه. التانية الكبيره اللي كانت عامله 90 جنيه، وفي زيها اختها اكبر شويه زي دي كده، كانت عامله 25 جنيه بس الكبيره، وقلمتها اكبر من دي كانت عامله 7 جنيه. تمام. عشان بس اتلخبط في الاسعار. وطبعا دي السنون بتاعت القلمه اللي هي دي، القلمه دي يعني دي السنون بتاعتها. خلاص. طبعا جبت بقى قناع الحمايه لمحمد دوت بقى اللي عامل عليه مشاكل، جبته ب20 جنيه زي ما قلت لكم في الجوله. وطبعا جبت مساطر، كل مسطره عامله، المسطره دي عامله 2 جنيه، يعني كل مسطره عامله 2 جنيه. جبت 4. تمام. وجبت طبعا المال فيبر كاسل ديت لنادين، الدسته قلت لكم عامله 15 جنيه. جبت ازاز المايه دي كمان، بصوا الازازه شكلها حلو قوي، كانت الازازه عامله 25 جنيه. جبت 2، واحده لمحمد واحده لنادين. طبعا طبعا ما لقيتش اللون الازرق لللانش بوكس، فجبت اللانش بوكس دوت كان عامل تقريبا 20 جنيه. طبعا ما جبتش اللي هو الواقي ولا اي حاجه. جبت طبعا الطقم ده لنادين، الموف دوت، والطقم كده لحمو. تمام.
كل اللانش بوكس عامل 20 والازازه عامله 25. طبعا جبت كراسات بقى الرسم، هي الكراسه كانت عامله 5 جنيه 40 ورقه. وجبت طبعا اللي هي الاستيكر ده، الاستيكر دوت الصبيوني اللي هو عليه بنتين، ده كان عامل 5 جنيه. وكذلك بتاع العرايس برضو عامل 5 جنيه. وكذلك برضو دوت الاستيكر دوت برضو كان عامل 5 جنيه. طبعا نيجي بقى للكراسات بقى. الدستة زي ما قلت لكم، الدستة ديت مش دي، الدستة دي كانت عامله، انا كنت جايبها طبعا جبتها مشكله، ما جبتهاش على بعضيها زي ما هو قال لي، لان هو طلع نفس السعر. الكشكول فيها ب5 جنيه وربع اهي. بصوا جبتها مشكله بقى، الدستة على بعضيها كانت عامله 70 جنيه. الدستة فيها 12. جبت دستة على بعضيها تمام. وجبت طبعا البرايات دي، كل برايه ب5 جنيه، والجومه ب2 جنيه. هي دي كانت الجولة بتاعتي النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منها، ما جبتش حاجة تانية اكتر من كده. هي دي الجولة بتاعتي النهاردة، والحاجات المشتريات بتاعت الاولاد. كل سنة وانتم طيبين، ونهاد عليهم السنة دي الدراسية تبقى كويسة احسن من اللي فاتت ان شاء الله. حتى لو هنقعد في البيت بس كفاية ان احنا فرحناهم. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى. السلام عليكم، وما تنسيش السبسكرايب للقناة واللايك عشان يوصلك كل جديد مني. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة يا حلوين.